بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم بداية جديدة. النهاردة معانا اكلة خفيفة جدا وبسيطة جدا وسهلة وسريعة في نفس الوقت، وكمان اي حد ممكن يعملها، لو بنوتة لسه بتدخل المطبخ، لو عروسة جديدة، لو شاب حتى مغترب او عايش لوحده او اي حاجة، او ست بيت لسه بتتعلم اول شغلها في حياتها، او حتى لو راجل مراته مسافرة، اي حاجة. هي سهلة جدا. هي عبارة عن صينية بطاطس بيضة مش بصلصة طماطم، ني في ني، ما فيهاش اي تسبيكة ولا اي حاجة هتتعمل على النار. احنا هنعملها كلها بره النار، وبعد كده هنسويها، هنحط لها ميه مغليه من الكتل ونسويها على البوتاجاز حوالي ربع ساعه او تلت ساعه. بعد كده هنحطها في الفرن تستوي وتتحمر وتبقى زي الفل ان شاء الله. معايا للمقادير دي نص كيلو بطاطس متقطعه حلقات كده، معايا نص كيلو لحمه بتلو متقطعه برضو قطع صغيره. عايزه اقول لك هنا انا هحط اللحمه مع البطاطس على طول، لان دي لحمه بتلو ما بتاخدش وقت في السوى، بتاخد سوى البطاطس تقريبا. لكن لو لحمه بقري ممكن ان انت تاخديها تسلقيها الاول، تاخديها يعني يا دوبك تبقى داخله في سوى، وتصفيها من الشوربه وتاخديها تحطيها مع بقيه المكونات دي عادي، وبدل ما تسقي بميه سخنه من الكتل تسقي بشوربه اللحم. معايا هنا طماطمايه وفلفلايه رومي مقطعين حلقات، معايا عصير ليمونه، ومعايا بصله مفرومه اهي، ومعايا في التوابل هحط عليها ورقه لوري، ومعاها فصين مستكه صغيرين اهي، لو الفصوص كبيره ممكن تحطي فص واحد. معايا شويه كزبره ناشفه، معايا شويه بهارات مشكله واللي هي بهارات اللحمه، ومعايا شويه بابريكا، ومعايا رشه حبهان مطحون. تمام. معايا طبعا التوابل الاساسيه اللي هي الملح والفلفل الاسود. بالنسبه للحاجات الدهون اللي فيها، ممكن تحطي معلقه زبده فرن او سمنه بلدي، معلقه صغيره، او شويه زيت ذره. لا كده كده بتتعمل ني في ني، فما بتحتاجيش. لو انت عامله دايت ممكن ما تحطيش خالص، ما تحطيش خالص لا زيت ولا سمنه، او لو حد تعبان مثلا بعد الشر عليكم كلكم ممكن ما يحطش ولا زيت ولا سمنه. انا هعمل ايه؟ انا دلوقتي قطعت البطاطس وغسلتها وصفيتها من الميه، هبتدي اضيف عليها المكونات بتاعتي. هحط اول حاجه البصل، معلش انا اسفه، احط البصل بتاعي اهو، تمام. وعلى البصل احط الملح والفلفل والبهارات، احط تقريبا يعني تلات حبات زيتون، 3 تنصص معلقه كده زيتون، 1 2 3. هي البطاطس عموما بتحب الملح، بس انا مش بحب ازوده، واقول يعني لو احتاج نزود واحنا بناكل، علشان ما تطلعش حادقه قوي، او لو حد ما بيحبش الملح الزياده في الاكل. وهحط تقريبا معلقه فلفل اسود زي دي كده اهي. انا ما بحبش اكتر التوابل عشان ما تغمقش الصينيه. وهحط التوابل بتاعتي دي اهي، تمام. وهدعك البصل مع البطاطس كده الاول، اخدهم دعكه كده مع بعض كويسه، بحيث ان انا اشرب البطاطس من التوابل وريحه البصل وطعم البصل، تمام. وهاخد اللحمه احطها كمان معاها، تاخد برضو نفس التقليبه. اهم حاجه التقليبه دي، ليه؟ بتشرب كل حاجه من التوابل ومن طعم البصل، وتبقى تخليها طعمها تحفه بصراحه. وكمان ما تنسوش ان احنا عاملينها ني في ني، فلازم نديها طعم برضو، مش هناكلها كده يعني مسلوقه، فلازم برضو يبقى لها طعم ويبقى لها ريحه وتبقى جميله. يا رب تجربوها ويا رب تعجبكم باذن الله.
اخر حاجة هحطها الطماطم والفلفل. هخلي الليمونة اعصرها في الاخر. دي بس بتدي طعم وبتدي شكل جميل للصينية. وبحاول وانا بحطها في الصينية ان انا اخلي الطماطم والفلفل على وشها كده، بيدي شكل جميل، ولما بتتحمر بتبقى شكلها حلو قوي. اهم حاجة التقليبة دي زي ما قلت لكم، لان كل حاجة بتشرب من التوابل ومن البصل. مش قادرة اقول لكم الريحة يعني تحفة بصراحة. هعصر الليمون. عصرة الليمونة دي كمان بتدي طعم ومزازة تحفة. كده تمام. هبتدي ارصها، اقلب برضو تقليبة مع الليمون. هبتدي ارصها، انزلها الاول وهرصها بحيث ان انا اخلي اللحمة مفروشة تحت والبطاطس فوقيها، وكمان الطماطم والفلفل على وش الصينية. انزل كل اللي في الطبق كده زي ما انتوا شايفين، مسيبش اي حاجة عشان ده الطعم كله في التوابل وفي الحاجات دي اهو. هبتدي اخلي الطماطم كده والفلفل فوق قبل ما ارص. طبعا هتقولوا لي طب ما كنت تخليهم ترصيهم في الاخر. لا، انا عايزاهم كانوا ياخدوا من الطعم التقليبه اللي انا قلبتها دي. هنزل بقى اللحمه كده لتحت. اي لحمه هتقابلني هنزلها كده تحت اهي. طالما كله اتقلب فما يهمنيش بقى، احط زي ما انا عايزه، بس انا بخلي اللحمه لتحت كده عشان تاخد هي النار اسرع، يعني تاخد النار قبل البطاطس بحيث ان هي تستوي قبل البطاطس. ما ان مهما كان هي بتلو وكل حاجه، بس برضو اكيد هتاخد سوا غير البطاطس. هي البطاطس سواها ما بياخدش وقت، بتتسلق على طول او بتستوي على طول. بنحاول نخلي اللحمه تاخد النار اسرع او قبل البطاطس بحيث ان كل حاجه تبقى مستويه في وقت واحد. دي طبعا بتترتب على رص الصينيه. نحط بقى كده الطماطم على الوش. الطماطم دي بتدي مزازة وبتدي طعم وبتدي لون للصينية جميل جدا. لما بتتحمر في الفرن كمان بيبقى شكلها جميل قوي قوي قوي. انا عايزاكم تجربوها لانها فعلا جميلة جدا وسهلة. ممكن تاكلوها بالعيش، وممكن تاكلوها تعملي معاها شوية رز بشعرية، شوية رز حباية وحباية، شوية رز ابيض، زي ما تحبي او ولادك او جوزك يحب. بس هي بالعيش بصراحة بتبقى تحفة، لان بيبقى في صوص كده نازل من البصل ومن اللحمة والبطاطس والطماطم والحاجات دي. لما بتغرفي البطاطس في الطبق بتاخدي من الصوص ده جنبها وبتغمسي، بتبقى تحفة معاها شوية مخلل او حاجة للي يحب. تبقى أكلة وجبة متكاملة تحفة، يعني فيها نشويات وفيها بروتينات وفيها فيتامينات وفيها كل حاجة. أنا دلوقتي هحطها على البوتاجاز وهسخن المية اللي في الكتل. وزي ما قلتلك انت ممكن تسلقي اللحمة البقري وتحطيها وهي في بداية السوى مع الخلطة دي، وتاخدي شوربتها تسوي بيها بدل مية الكتل. أنا دلوقتي هسخن المية وهرجع لكم تاني. وانا كده جيت على النار على البوتاجاز، ولعت النار وجهزت معلقه فيها معلقه زبده فر. انت ممكن تحطي زيت ذره، ممكن تحطي زيت عباد شمس اللي انت عايزاه، ممكن ما تحطيش خالص وتبقى احلى دايت. يعني طبعا هتقولي بطاطس في الدايت، بطاطس في الدايت الدكتور كان بيكتبها. اهم حاجه انها ما تكونش محمره مقليه في زيت. المشويه واللي معموله في الفرن والمسلوقه ما بيبقاش فيها نشويات قد كده. انا كده خلاص اهو هجيب الماء المغليه وهبتدي احط الميه كده، انزل بيها الزبده. مش هقلب بقى ولا اي حاجه، احنا مقلبينها. هحط لها ميه كويس كده، مش كتير قوي برضو، يعني يا دوب غطيتها على اساس ان البطاطس تستوي بسرعه ان شاء الله. وهغطيها بالغطا كده ماشي، وهسيبها بقى تغلي على النار مع نفسها لمدة حوالي ربع ساعة تلت ساعة
واجس اللحمه كده بالشوكه، لقيتها اوكي تمام ببتدي ادخلها في الفرن. لو لقيت اللحمه لسه نيه وهي محتاجه شويه ميه كمان، بزود شويه ميه سخنه برضو حبه صغيرين، وبسيبها تغلي غلوه او اتنين، واروح مدخلها بقى بشويه الميه في الفرن، بتكمل سواها وبتتحمر وشها. دلوقتي انا هسيبها تستوي وهرجع لكم بعد ما تخلص واوريكم شكلها بقى عامل ازاي. استنوني. وكده يا جماعه البطاطس استوت اهي. هكمل بقى تحميرها وتشريب شويه الميه اللي باقيين فيها في الفرن. حطها في الفرن لمده ربع ساعه او لحد وشها ما يتحمر على حسب درجه حراره الفرن بتاعي. فانا هحطها دلوقتي في الفرن واوريها لكم اول ما تطلع ان شاء الله. ودي يا جماعه شكل صينيه البطاطس بعد ما طلعت من الفرن. بصوا وشها اتحمر كده واللحمه اتحمرت وفيها صوص خفيف كده، بس لما نيجي نطلع منها هتبان. صدقوني لو جربتوها هتعجبكم، بطعمها خفيف وجميل، وزي ما قلت لكم ممكن ما تحطوش ولا زيت ولا سمنه عليها على اساس ان هي تبقى حاجه صحيه جدا. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك وشير لاصحابكم عشان يستفيدوا، واللي لسه ما اشتركش يشترك ويعمل سبسكرايب. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.